بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كنت طلعت مصيف مطروح، ويعني عايزه اقول لكم ان انا ما كانش معايا مصاريف قوي، فحاولت ان انا اوفر بس 5000 جنيه علشان نقضي ايام كويسة، وفي نفس الوقت ما نحسش اننا اتزنقنا والمصاريف اثرت علينا. فعايزه اقول لكم ازاي تصيفي ب5000 جنيه يعني. طبعا احنا ما رحناش اسبوع، احنا رحنا 4 ايام بس. مصاريف المواصلات كانت جزء منها كبير، يعني زي ما تقولوا مجاني لانه تبع شغل زوجي. لكن لو حسبناها كمصاريف هتزود شوية عن ال5000. مصاريف المواصلات يعني لمطروح، انا نسيت اقولكم ان انا كنت في مطروح. وفي اي مصيف انت ممكن تعملي نفس اللي انا عملته. انا خدت معايا حاجات كتير، نواشف، فول، قمح، حمص، الحاجات اللي انا اعمل منها الاكل لمدة 4 ايام. وحسبت لنفسي هاخد ايه مجمدات وهاخد ايه بالظبط زي ما انتوا فاهمين كده. لكن الفرق اللي انا عملته، طبعا انا لما خدت غلة خدتها عشان اعمل بليلة، وكنت واخدة لبن. الولاد يعني بيحبوا البليلة، وسواء في المصيف او غيره. حبيت ان انا اعمل حاجة مختلفة يعني. حتى لما رحنا مصيف من فترة قبل كده كنت عملت بطاطا. الاكلات دي يعني هما بيحبوها عادة في البيت او في المصيف. طبعا انا دلوقتي بستعرض قدامكم المطبخ اللي انا كنت فيه. هي كانت شقة صغيرة بس كانت حلوة ومريحة نفسيا يعني. المطبخ كان امريكاني مفتوح على الصالة. عملت الصلصة، للأسف ما لقيتش خلاط، فبقيت غليتها وبقيت اهرسها بالكوباية. عايزة اقولك يعني ان انت لما بتحبي حاجة او عايزة تقضي وقت كويس، بتحاولي تحلي المشاكل بمنتهى البساطة، وما تحسسيش نفسك ان في حاجة اتعقدت يعني. كان في مشكلة كمان في الشقة دي، ان كمية المواعين والحاجة قليلة. يعني مفيش مثلا مصفى، مفيش اطباق بلاستيك، الحاجات دي بقيت استعوض عنها بالازايز طبعا بتاعه المية. انت بتشتري مية كتير اصلا في المصيف يعني، نسيت اقول لكم المية دي ليها ميزانية لوحدها. فالمية ما كانت الازازة تفضى، كنت مثلا اقطعها واخد الجزء اللي هو فيه الغطا دوت، اخد الجزء ده اعمله زي انه كأنه طبق بلاستيك كده واستخدمه. اغسل فيه الرز، اعمل فيه اي تصريف يعني. عايزه اشيل حاجه في الفريزر، باخد ازازه صغيره اقطعها واحطها في الفريزر. يعني كنت بستفيد من نصها، النصين بتوعها. فكنت بحاول احل الامور دي يعني. النقطة المهمة جدا بقى في المصيف ان احنا ما لقيناش عيش. يعني احنا لما رحنا علشان نجيب عيش، للأسف انا ما بحبش العيش الابيض بتاع المصايف عامة يعني. فلما احترت بقى ان انا اجيب عيش، قررت ان انا اخبزه في البيت. فجبت دقيق وشوية ردة وخبزت العيش في البيت، وعجبهم جدا، كان جميل. وطبعا ما طلعش بالظبط زي ما انا كان نفسي يطلع، لان كانت اول تجربة ليا ومعرفتش ان انا اظبطه كويس. بس طلع حلو يعني. احنا عرفنا نمشي نفسنا بيه، عملنا سندوتشات رحنا بيها البحر، عملنا كلنا في البيت عادي. غطى تكلفة حتى العيش. وديك بتستخدمي غاز يعني زي ما نقول مدفوع مسبقا، يعني انت بتدفعي. احنا كنا اليوم ده كان ب500 جنيه، لاننا صيفنا في شهر 9، وكانت شقة صغيرة يعني. انا طبعا استعرضت لكم العمارة من اول الفيديو. بس هي جميل، مكان جميل، كان في عجيبة في مطروح. وهو لانه بعيد كان متكلف شوية في المواصلات، لكن هي جميلة جدا ومطروح جميلة كلها. وان شاء الله لو هتروحوا مصيف يبقى مصيف سعيد. وجربي تجربة العيش دي جميلة، وجربي تاخدي كل حاجة نواشف وتسويها هناك، فول، الحاجات دي تنقعيها يوم زي ما بتعملي في البيت بالظبط. بس بتاخدي حاجة ناشفة بحيث ما تبقاش فيه تقل في المشال يعني. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.